على فكرة الكلام اللي قالته الست دي ملوش اي لازمة، ده مجرد كلام بتقوله بس عشان تداري بيه على اللي بتعمله. يا سلام، بس الناس هتصدقها وهيفتكروا ان ماما هي اللي مش طبيعية. لا 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 لا، انت الجو ده. اوعي تفتكري ان الناس ما بتفهمش ولا يقدروا يعرفوا الحقيقة، بالعكس الناس فاهمة كويس قوي، والناس عارفة كويس قوي برضو مين ظالم ومين مظلوم. والحاجات اللي بتعملها الست دي هتتكشف، لانها مهما تخفت في مليون شكل في الاخر الحق لازم بيبان وهيبان. ايوه يا ستي، بس المشكلة انها تقنع الناس بطيبتها وكلامها المترتب، وقبل ده كله بفلوسها. صدقيني الحقيقة قربت قوي انها تتكشف وتبان. جئت لا أعلم من أين، ولكن أيوة أنا جئت صحيح، ولكن لازم أمشي. حد عاوز حاجة مني قبل ما أمشي؟ تاتا حد عاوز حاجة مني قبل ما أمشي؟ بقيتي مجنونة يا رعد ومش طبيعية، عشان بتدافع عن حقك الطبيعي في الأمان، في إنك تقفلي باب بيتك من غير ما حد يتصنت عليكي أو يراقبك. بقت أعصابك مهزوزة عشان بتقولي إنك عايزة تعيشي في هدوء من غير ما حد يهددك ولا يقتحم حياتك من غير استئذان. وبعدين يا رعد، هيفضل صوتك واطي كده لإمتى؟ وهيبقى صوتهم أعلى من صوتك لحد إمتى؟ اتحركي بقى يا رعد، الموضوع دخل في الجد، بيهدد ولادك وبيتك وحياتك كلها. لازم تمسحي دموعك، امسحي دموعك يا رعد. لازم تفضلي واقفة، أيوة لازم تفضلي واقفة يا رعد، لازم تفضلي واقفة واقفة. يعني أنا ما قتلتش حد؟ محدش بيدور عليا؟ يعني أنا بريء 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 بريء؟ بصراحة بيدوروا عليك. ليه طيب؟ عايزين يعملوك ميدالية. صح يا وعد، أنا مش هعيط تاني ولا هنهزم ولا هنكسر. أنا هبقى عاملة زي النخل باصص في السما عالي. يعني خلاص يا ماما مش زعلانة مني ومش متضايقة؟ لا يا روح قلبي، مش زعلانة منك. حبيبتي يا ماما. حبيبتي يا بنتي. ايه فيلم المرأة المجهولة اللي انتوا عايشين فيه ده يا جماعة؟ ركزوا بقى، احنا لازم نفكر بعقل، لان احنا لازم نشوف هنعمل ايه في اللي احنا فيه، مش هنسيبهم هم يشوهوا صورتنا كده قدام العالم ده كله واحنا نسكت لهم. تعرفي عندك حق، بس روحي بقى هاتي سعد يجي يفكر معانا. لا يا ماما، سعد ما ينفعش. سعد مش مننا، وعمره مهما حصل ما هيحس بينا ولا بمشاكلنا. بس برضو سعد يعني. سعد كويس، انا ما بقولش حاجة، واحنا كلنا بنحبه، بس سعد مش هو اللي هيحل لنا مشاكلنا، احنا لازم احنا اللي نحلها. عندك حق. يعني انا الوحيدة الحمارة في البيت ده يعني ولا ايه؟ الله الله الله، ده انت عايشه اهو بتغني يا سي سعد. طبعا يا بنتي، امال عايزاني اخيب خيبتكم وافضل اعيط عمال على بطال؟ لا تصدق فعلا ما ينفعش، انت صح، برافو عليك يا سعد، برافو برافو يعني. يا بنتي ما هو انت لازم تكبري دماغك، مش كل مشكله تقابلنا نقف لها. على رايك، انما ما قلتليش اللحن البديع والالحان الساميه دي جايبها منين؟ ده صيني ده يا سعد؟ ده لا صيني ولا تركي ولا هندي، ده تراث جني، نحن نسميه كأكي. كأكي؟ ايه أيوة. كأكي دي؟ مش انتوا هناك في عندكم بتسموه تقاطيق؟ نحن نسميه كأكي. وبعدين انت مالك، انت مش ليكوا اغانيكم واحنا لينا اغانينا؟ اغانيكو؟ على رايك انت فعلا صح صح يا سعد. ايه ده انا فعلا صح؟ كراسه حساب قدامك بتعلميها ولا ايه؟ لا برافو برافو، يعني انت النهارده صح. الكأكي مش
استريح لك، شكلك هتطلعي غلط في الاخر. ايه يا شكري؟ ايه ده؟ انت واخد شنطتك ورايح على فين يا شكري؟ خلاص يا رعد، خلاص انا ماشي. ماشي رايح على فين؟ تعالى هنا. وايه اللي حصل؟ كفايه اللي حصل لي يا رعد. ايه يا شكري؟ انت خفت ولا ايه يا شكري؟ لا يا رعد، شكرا ما بيخافش من حد. طالما انت ما بتحبنيش يبقى مفيش داعي لتهزيق الكرامه والبهدله. انا ماشي يا رعد. شكري ماشي، سلام. ينيلك. اشمعنى دلوقتي حاسس؟ وعد، انت رايحه فين بالظبط؟ شكلك رايحه حته بعيده. لا خالص، انا هروح بس مشوار كده وهرجع على طول. بس شهد، خدي بالك من نفسك ومن ماما. خدي بالك من نفسك ومن ماما. ده الموضوع بقى فيه إلنا، وهتقولي لي دلوقتي حالا انت رايحه فين بالظبط. يوه، قلت لك مفيش حاجه بقى، بطلي جو القلق ده. ابطل جو القلق ده؟ خلاص هروح معاكي. مش هينفع تيجي معايا. طيب خلاص ماشي، انا هنده لسعد هيروح معاكي. انت رايحه جزيره المقصودين صح؟ ايوه صح، ما تعطلينيش بقى، بطلي جو القلق ده. طب اسالك سؤال، انت هتروحي ازاي؟ مش سعد هو اللي وراكي الطريق هناك؟ يا بنتي ما انتي عارفه محمد كل السيديهات اللي جابها لي عليها كل حاجه والخريطه، فهعرف اروح. برضه هنده لسعد. يا سعد استني يا بقى، سعد، استني غلاسه، ما تندهيش على حد. اوف. ايه اللي سعد؟ في ايه؟ عاوزين ايه؟ قلقتوا منامي. هو حد قال لك عايزين منك حاجه؟ روح كمل نومك. كمل نومي؟ انا عرفت انت رايحه فين. مش انا ما فهمت برضو. طيب قولي لي بقى، هتروحي ازاي لوحدك؟ يا سعد، من غيرك وهوصل. روح انت بقى. انا مش ماشي. وعد، طير انت. طير انت؟ يقصد ايه؟ يا واطي. مالك يا واد؟ قاعد حزين ليه؟ ما يكونش جوز امك مات ولا حاجه؟ بقول لك ايه، لا جوز امي ولا مرات ابويا. فيك ايه يا سعد؟ ما تتكلم. انت عارفه بنتك راحت فين؟ واد، راحت فين يا سعد؟ راحت الجزيره المرصوده من غير ما تاخدني ولا حتى تاخد رايي. يا لهوي، خسارة يا واد، راحت الجزيره المرصوده. وجع قلبي ليه بس يا واد يا مصيبتي يعني. ايوه صح كده، هو ده المكان اللي انا كنت فيه، هي دي الجزيره. برافو عليك يا محمد، الخريطه مظبوطه جدا. بس فين الناس وفين حسن؟ يا وعد، لازم تشغلي دماغك بقى، مفيش وقت للكلام ده، لازم تنفذي كل حاجه. خبرك ايه يا بنتي؟ كيفك؟ ليه توجعي قلب عليكي؟ ماما، انت ايه اللي جابك هنا؟ وعرفتي تيجي هنا ازاي؟ اكيد سعد هو اللي جابك. بصي، انا مش هسيبك تضيعي من يدي. ايوه قلت لازم اجي اشوفك. وانت عامله كده ليه في نفسك؟ هو انت لما اتدليتي هنا هوت جوه الجزيره ديت مش اتخفيتي في غجريه؟ قلت انا كمان اتخفف زي محمدين ولد سعيد. ايوه علشان اجيلك هنا ومحدش يعرفني. قلت اتنكر، والظاهر الدخول في الجزيره دي لازم يبقى متنكر. ليه؟ فاكره نفسك رايحه حفله تنكريه؟ الله يحرقكم انتوا الاثنين، واقفين بتهزروا وناسين ان احنا في جزء من مملكه ميمونه واهلها. لا يا سعد، الجزيرة دي بتاعتنا احنا والناس الغلابة المسجونين هنا. دي مش بتاعت لا ميمونة ولا ايمي ولا ديما. يلا يا ماما، يلا بينا. يلا بنتي. بس يا معلم، شكلها ولعت.